بكم مشاهدينا من جديد. الحرية كلمة شاسعة زي ما هذا البحر شاسع، واحنا اليوم موجودين في كورنيش الخبر. زي ما تلاحظون ان اليوم الاجواء شوي فيها ضباب، لانه بعد اقل من شهر ان شاء الله راح يدخل علينا فصل الشتاء. مفهوم الحرية عند الاستاذ عبد الله العياف والمخرج السينمائي قال كلمة حيال الحرية ومفهومه لها في احد المحافل الدولية. وش رايكم مع بعض نعرف وش قال؟ خليكم معنا. استاذ عبد الله، انت في احد المحافل الدوليه سالوك عن مفهومك للحريه كمخرج سينمائي، كانت اجابتك وقف الجميع لها احترام ورفع القبعه، كيف كان هذيك المشاركه اذا كنت تتذكرها والاجابه والسؤال؟ هي اعتقد كان يظن الاخ السائل هو كان اوروبي، كان يظن ان احنا كوننا في السعوديه وكون احنا في مجتمع محافظ ان احنا مقموعين الحريات، وكيف احنا كمخرجين نستطيع ان نقوم بمناقشه قضايانا. فوضحت له ان لا، عندما نناقش القضايا احنا كمخرجين، يعني انا اضع قيودي بنفسي، انا لدي قيودي الشخصيه. يعني لم يسبق ابدا ان جاءني احد من مثلا الحكومه او حتى من المجتمع وقال لي لا تناقش او ناقش، ابدا ما صارت. يعني انا 5 سنوات تقريبا، ومعروف ان الافلام السينمائيه فيها جرأة وفيها يعني شفافية في الطرح. فيلمي الأول كان يتكلم عن قضية عدم وجود صالة سينما في السعودية، ومع ذلك لم يتكلم معي أحد. المبالغة لدى البعض في فهم مسألة أن الحرية مقموعة لدينا، أعتقد أنها كانت شوي بالنسبة لي مزعجة، وحاولت أبين لهم لا، إذا كان هنالك قيود فنحن نضعها. أكيد المجتمع لديه قيود، المجتمع نفسه، كل مجتمع لديه قيود، كل مجتمع لديه قوانينه، لأن الحرية لا تعني الهمجية والانطلاق بلا قيود في الحياة هذه. يعني كل دول العالم فيها قيود، فيها قيود في الملابس، حتى في الشوارع ما تمشي بطريقة معينة. نتكلم عن أكثر البلدان تحررا حتى. فهل يأتي شخص يقول أنا حريتي أريد أن ألبس ما أشاء؟ لا، حريتي تقف عندما تصل إلى حرية الآخرين. لذلك عندما سألني الأخ وكان يظن أني بمناقشتي لبعض القضايا أن علي قيود، أخبرته لا أبدا، أنا كنت حر جدا فيما أطرح، لم أجد أي قيد وضعه لي شخص آخر، بل هنالك قيودي الشخصية اللي تنبع من ديني ومن عاداتي وتقاليدي وأخلاقي اللي ربوني عليها أهلي. أستاذ عبد الله، في يمكن عندنا مفهوم شبابنا وبناتنا للحرية، هل تعتقد أنه هو موجود وليش ما هو موجود إذا كان ما موجود؟ فيه البعض يفهم الحرية كمفهوم حقيقي، لكن للأسف البعض يظن الحرية هي أني أنطلق بلا قيود، بلا عائلة، بلا أبوي يتكلم علي، مجتمع يتكلم. فهذا وجه من أوجه الحرية، لكن لا يوجد أعتقد مفكر حقيقي أو إنسان قانوني أو إنسان واعي يقول أن الحرية هي أن تقوم بأي شيء في الحياة بدون أي قيود. لا، لو كان الأمر كذلك لما كان هنالك محاكمات وقضايا وإلى آخره. فأعتقد أن كثير من الشباب وشاباتنا يمرون بمرحلة المراهقة أو نهاية المراهقة في العشرينات وما قبلها، ويريد أن يقوم بأشياء كثيرة. يعني أنا مريت بمرحلة مثل هذه وأتفهم جدا ما يمرون به، لكن أتمنى أن يدركوا أن الضوابط والقوانين والشرائع في الدنيا هذه كلها وضعت لأهداف، يعني أن لا يغضبوا منها. في المقابل أيضا أتمنى أن لا يقعوا أسرى لبعض القيود الوهمية في أنه ما يقوم بمزاولة ما يحب مثلا. يعني هي مسألة ما هي بسهلة، مسألة مفهوم الحرية، ولا زال الكثير يتكلمون عن مفهوم الحرية في المجتمعات، وسيتكلمون سنوات قادمة حتى دون أن تتضح بشكل واضح. لكن أتمنى أن يقومون بما يحبون، لكن دون أن يجرحوا أشخاصا آخرين، وأن يتذكروا كما يقال حريتك تقف عندما تبدأ حرية الآخرين. طيب أستاذ عبد الله، دائما يقولون إنه الحرية كما البحر، لها مد ولها جزر. مفهوم تتوقع الكلام صح ولا إلى أي مدى يكون صحيح؟ أنا ممكن أفهم هذه العبارة على أنها الحرية تتغير بتغير المجتمعات وأفعال الشخوص نفسهم. قد نقول الإنسان حر فيما يقول، ثم يأتي شخص ويتهجم على أشخاص معينين تهجم جائر، أو ينتقصهم شخصيا أو إلى آخره، أو يكون في إقصائية. فهل نعطي هذا الشخص الحرية في الكلام؟ هل هو حر في أن يقول ما يريد ونحن أحرار فيما نسمع ما نريد؟ فالمسألة يعني شائكة في نظري، لكن أنا دائما أعتقد أن الضوابط مع إتاحة مساحة جيدة لأن يعبر الإنسان عن ما لديه، أن يكون هناك ضوابط لترتيب هذه العملية، لكي لا يكون كل إنسان عرضة للهجوم الغير مبرر والغير منطقي لمجرد فقط أن البعض يظن أنه حر.
فيلم عايش انت في تقريبا زي نقول وجهة النظر حول مفهوم الحرية، وفكرته اصلا جميلة. فتقدر تقول لنا بالضبط الحرية وين كانت في فيلم عايش؟ عايش هو رجل في الخمسينات، ربما في نهاية الخمسينات من عمره، ورغم احنا نشاهده في الفيلم وحيد وحر، رجل كبير. يعني الشباب يظنون دائما ان الحريات والقيود غالبا تقع على الجيل الشاب، لكن هذا الشخص عايش رغم انه كبير ويعمل في مستشفى في قسم المشرحة وثلاجة الموتى. يكتشف صدفة بزيارة بسيطة لقسم آخر في المستشفى، قسم حضانة الأطفال، يكتشف أنه كان أسيرا لنمط معين في حياته، اللي هو الوحدة والرتابة وعدم الإقبال على الحياة. فهذا الشخص لم يأتي أحد ويقيد حريته، هو قيد حريته بنفسه. ولكن في النهاية عندما شاهد بعض الأطفال وشاهد بعض الأوجه الأخرى من الحياة، تحرك في أمر الشيء. ونشاهد في المشهد الأخير وهو يقوم بفعل يكسر كل القيود التي وضعها هو على نفسه وينطلق حرا في نهاية الفيلم. أستاذ عبد الله، الآن مشاهدين قهوة الشباب، نبغى تقول لهم كلمة عن مفهوم الحرية. أولا أتمنى أن يكونوا أحرارا في قلوبهم وفي عقولهم، وأن لا يقعوا أسرى لأي طريقة أو أيديولوجية معينة. يعني أنا أقول لنفسي أولا وأقول لهم: عقولكم ثمينة لا تعيرها لأحد، أعملوا التفكير، فكروا، وعندما تقتنع بشيء لا تقاتل أو تقتل نفسك وتقتل الآخرين لأجل هذه الفكرة، لأنها قد تكون صائبة وغير صائبة. باختصار، الحرية مفهوم كبير جدا. أتمنى أن يكونوا أحرارا كما ذكرت، لكن أن يحترموا حريات الآخرين أيضا. مشاهدينا، أكيد تتعدد كثير مفهوم الحرية، لكن تبقى أنك أنت حر وما تأذي الآخرين، هذا هو الأساس في كل مفهوم الحرية. كانت معكم ناهد الأحمد من كورنيش الخبر، وأكيد أنا أعود للزميلات في الاستوديو.